غير طريقته بيسيرو اخيرا، زي ما كان ناس كتيره من جمهور الزمالك بتقول لك، حتى انا الراجل الاهلاوي بقول لك ان 3 اللي كان بيلعبها جوزيه بيسيرو ما تنفعش. الاول ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب الكل يكون بخير وفي احسن صحه سيدي واحسن حال. طيب جوزيه بيسيرو النهارده لاول مره بيغير طريقه اللعب في ماتش مودرن سبورت او في ووتشر سابقا، وزي ما قلت لك كده ايه دي بروفا. انما الاثنين مدربين في بصراحه شويه كواليتي، مع بالذات مع عبد الحق بن شيخ، في شويه كواليتي محتاج نتكلم عليه سواء هنا او هنا، بس الاغلبيه بتاعت الكواليتي السيء اللي هنتكلم عليها في مودرن سبورت. انا هكلمك في الفيديو عن طريقه لعب بيسيرو النهارده، وعبد الحق بن شيخه ممكن نديله دقيقه دقيقه ونص، لان الراجل ما طريقه لعبه بصراحه زي ما شرحناها قبل كده، والراجل عنده فكر وبيحاول يطبقه، انما عنده كواليتي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي لعبهم كوره. والله العظيم بكلمك جد. انما اخوك بقى جوزيه بيسيرو انا ببص انت زي ما عارف انا بحط الصوره بتاعت الكفر فيديو قدامي دايما على الكمبيوتر عشان ما انساش، لاني بكتب فيها اللي عايز اتكلم عليه زي ما انت عارف. فقدامي ناصر منسي، على الله ان شاء الله، والله العظيم 3 حكايه يا معلم حكايه. طيب شوف جوزيه بيسيرو النهارده، فاكر لما كنت بقول لك سكواد الزمالك محتاج يلعب 4-3-3 او 4-1-4-1، لان الاثنين من مشتقات بعض. حلو حلو. طيب ليه؟ لانه قلت لك بالتحديد بالنسبه لي سكواد الزمالك، لو انا بدرب فرقه الزمالك ما ينفعش يبقى عندي ناصر ماهر وعبد الله السعيد واحمد حمدي لما يرجع بالسلامه، لان الاصابات ما فيهاش تمني. يعني اكيد اتمنى للزمالك دايما يبقى مستواه سيء ونتائجه سيئه، ده شيء طبيعي. انما الثلاث لعيبه دول ما ينفعش تلعب بيهم 3-4-3، ما ينفعش. طب هتلعب بمين 6 ولا هتلعب بدبل 8 ومحدش ليه ادوار دفاعيه؟ ما تنفعش مع الثلاث لعيبه اللي موجودين دول. عارف لو عندك واحد بس في الثلاثه اقول لك ممكن تتماشى، ممكن تطبقها في فكر معين، انما انك تفضل تلعب 3-4-3 وانت عندك دول في السكواد ما ينفعش. فطريقه لعب بيسيرو النهارده دي اللي هيلعب بيها يوم ماتش اسمه ايه، ستيلن بوش، ما اعرفش قلت الاسم صح ولا غلط. ما علينا يعني. بص يا سيدي، الزمالك كان بيقف ازاي؟ الزمالك عندي مشكله مع ناصر منسي في بناء الهجمه، كارثه من كوارث الزمن. اخوك ناصر منسي ده كارثه من كوارث الزمن. الواد حرفيا يا جماعه والله العظيم ما بيعرفش يلعب كوره ب 3 جنيه. يعني مش قصدي حاجه والله، مش بقلل منه، هو غلبان وطيب واحنا عارفين، بس الكوره زي ما قلت لك بتبقى محتاجه اخلاق ومحتاجه ناس عندها امكانيات. يعني انا ممكن اجيب لعيب كوره اخلاقه بايظه بس امكانياته عاليه او هايله والعبه كوره، لكن لو اخلاقه البايظه دي هتاثر على ادائه في الملعب او هتاثر على تصرفاته داخل التدريب، سواء ما بيجيش بقى التمرين، بيتاخر، بيعمل مشاكل، بيتخانق مع زمايله. الاخلاق البايظه ليها يعني ليها حاجات كتيره ما انت عارف. هنا هقول لك لا نرميه بره، انما في لعيب لا مؤاخذه ايه بتاع شرب اللهم احفظنا وحريم ورايح وجاي وسهر وستات وشرب وبنات اللي هو عايز بيعمله ينزل الملعب يتاثر، لان في لعيبه زي ما انت عارف في اوروبا بتبقى عايشه اللايف ستايل السيء ده، لكن بتلاقيها في الملعب بتأدي زي ما الكتاب بيقول. خلاص انت كاداره ما تقدرش تلومه. الحاجات الشخصيه الدينيه اللي فيها عدم تدين او فيها والعياذ بالله بتبقى تصرفات غلط، زي ما كلنا بنغلط، ربنا يبعدنا دايما عن الكبائر، دي بتبقى حاجه بينك وبين ربنا. فلو انت اللي هتعمله في الملعب او بره الملعب في التمرين غلط، بس مش هأثر عليك في ادائك ومش هأثر على شغلك كلاعب كره قدم في النادي الفلاني، خلاص العب. انما تبقى انت يا ده يعني لعيب سيء او لعيب اخلاقه وعقليته سيئه، فينزل يعك ساعات، وساعات تبقى السهر والشرب مخليه مش مركز، يا اما تجيب لعيب محترم ما عندوش فكره. حرفيا الزمالك ناصر منسي في بناء الهجمه مصيبه من المصايب. اما بيجي ناصر منسي في بعض الهجمات ينزل لحد نص الملعب عشان يستلم ويبقى يقوم بدور المحطه، اقسم لك بالله كارثه من كوارث الزمن. منه لله اللي لعب كوره، انا ما اعرفش لعب كوره ازاي. هقول لك على كام اسم تاني من اللعيبه اللي عايز اكلمك فيها برضه ما بيلعبش كوره. وعندك اخوك احمد محمود ده لعيب هايل الحق اتقال، ده من مكاسب ماتش الزمالك النهارده. المهم شوف يا سيدي، الزمالك ده كان تشكيله الزمالك بالمنظر ده. محمد صبحي في حراسه المرمى، اللي انا شايف ان المفروض هو احق بحراسه مرمى الزمالك الفتره اللي جايه كلها. الواد اداؤه في الملعب ثابت، واقف على رجله وامكانياته كويسه وبيلعب برجله احسن من عواد، وتحت الثلاث خشبات الحق اتقال احسن من عواد. صبحي قبل كده كان قليل وكنا بنقول، انما حاليا لا، الموضوع مختلف شويتين. طيب سيبك من الاربعه اللي التشكيل كله، انا عايز اكلمك في حاجه في بنتايك اللي لعب عشان تبقى رجليه في الملعب. لو تقول لي بنتايك لعب لا اسلام، اقول لك لاعب عشان يبقى رجليه في الملعب مش اكتر ولا اقل. ده قدامهم محمود جهاد. ليه عايز اكلمك عن محمود جهاد وعن بنتايك وعن محمد حمدي اللي هقول لك يبقى مين بديله في ماتش ستيلن بوش، والاثنين دول اللي هو سيف جعفر واخوك ناصر ماهر واخونا ناصر منسي الكوره زي ما انا مسميه. هو ملوش علاقه بالكوره ب 3 جنيه بمنتهى الامانه، يعني مع احترامي، هو راجل بيلعب ببركه الضاع الولديه. طيب
اللي هيلعب مكان محمد حمدي التشكيل ده، طريقه اللعب دي لو فضلت كده الزمالك بيلعب بنفس الطريقه دي، ودي الافضل له بكتير، هتيجي ماتش ستيلنبوش او اي ماتش تاني بالنسبه للزمالك بقى مهم، ده هيبقى مصطفى شلبي اللي بيقدم بقاله فتره مستوى سيء جدا. انما في 4-1 المدرب لازم يكون ليه دور في تطوير مصطفى شلبي، لان مصطفى شلبي مش محتاج يطور امكانياته الفرديه قد ما هو محتاج يطور عقله، محتاج يطور قراره. مصطفى شلبي عنده قرارات مصيبه. يعني مثلا مش هقول لك ايه غير انه بيضيع فرص وبتاع، ما قلتلكش لا، مش هقول لك ان هو امكانياته زي ناصر منسي. يعني ناصر منسي لو جوزيه بيسيرو حاول يطور منه كتير، مهما حاول مش هيعرف يطور منه حاجه. ناصر منسي فاقد لاساسيات كره القدم. ناصر منسي من كل 4-5 باص، وكل الباصات اللي بتجيله انه يعملها سهله، لعيبه بتطلع من جنبه مراكز 8 او الاجنحه، لعيبه نص الملعب لعيبه بتطلع من جنبه. حط يا معلم باص صغير، حط باص بطن رجلك، مش هتعمل لونج باص يا معلم او باص طويل او تعمل باص بوش رجلك الخارجي، محتاج لعيب موهوب. لا يا معلم، ده باص ببطن الرجل، مفيش الواد من كل 4-5 باص واحد. الكره تجيله عايز يستخدم نفسه كمحطه، هو جت حلو بيحط جسمه كويس، انما يستلم ويطلع الكره من رجليه عهر كره، ويا راجل بتشوفه تقول له منه لله، انت واللي لعب الكره برده في نفس الوقت. المهم، لكن مصطفى شلبي لو جوزيه بيسيرو حب يطور منه سهل تطور منه، لان الحقيقه اتقال مصطفى شلبي عنده امكانيات كويسه، لكن تنفيذ وقرارات في الملعب زي الزفت. تفهمش بقى عنده مشكله نفسيه، محتاج حد يقعد يتكلم معاه، محتاج حد يقعد يشاور له كتير على لعيبه اجنحه بتاخد قرارات صح في اوروبا او حتى في مصر، ويتقال له تعمل مثلث ما بين 8، لان في حاله الهجمه ده هيبقى شكل الفرقه. بص يا معلم، في حاله الهجمه ده هيبقى شكل الفرقه ما ينفعش ان انت تبقى معاك بنتاج يا عم مصطفى، والناحيه دي يبقى عندك عبد الله السعيد، والمثلث ده ما يستخدمش صح. دي كارثه من مصطفى شلبي، كارثه حرفيا. عشان كده سيف الجزيري اللي هيلعب مكان ناصر منسي دي، عشان لما سيف ينزل الناحيه دي وياسر ماهر من من ناحيه اليمين ياخد تعليماته انه يقطع لجوه، بحيث انه يعمل خلل في خطوط الظهر بتاعه الخصم اللي هتلعبه كزمالك عادي، تعرف تستغل البساط بتاعه المثلث ده عم اسمه ايه مصطفى شلبي، او مربع لو ناصر لو الجزيري عفوا هو اللي هينزل من الناحيه دي. انما الجزيري لو قطع او عبد الله السعيد دخل في العمق والواد بنتايك عمل الاوفر لاب وعدى كده، اخوك مصطفى شلبي بيقوم واخد الكوره وجاي كده عامل باص لورا او عامل باص بالعرض الملعب. وبعدين يا معلم، دي قرارات مش امكانيات، دي امكانيات عقل. امكانيات العقل سهل جدا تطورها اكتر من الامكانيات الفنيه. في لعيبه كوره مهما حاولت تعلمها تراوغ عمره ما هيعرف يرقص، هو ما بيعرفش يرقص، ما عندوش الحته دي، هتخليه يراوغ ازاي؟ انت كمدرب هتعلم مع احترامي يعني لعيب زي طاهر محمد طاهر مثلا في الاهلي، هتقول له رقص ازاي؟ هتعلم لعيب زي ناصر منسي ما بيعرفش يباصي، هتعلمه يباصي ازاي؟ هتقول له عدي واحد لواحد ازاي؟ مفيش، فاهمني؟ فدي ممكن تعمل مع مصطفى شلبي، لكن التشكيل اللي هيبقى عامل كده في طريقه اللعب دي، وممكن تجني بس مرها خد بالك. والزمالك لو لعب كده قدام ستيلن بوش، اسمع من اخوك، هيديهم 3-4 بعيد عن المستوى الفني بتاع ستيلن بوش سيء، وامكانيات الزمالك اعلى بكتير. عشان ما حدش يقول لي ما هو طبيعي، ما هي فرقه ضعيفه، ما انت خرجت قبل كده من ولايه ديتشا وكان معاك جيل وسكواد اعلى من اللي معاك حاليا، وكان معاك مدرب اعلى من اللي معاك حاليا، كان معاك الله يرحمه كابتن ايهاب جلال، راجل بيلعب كره حدث ولا حرج يعني. فانت مستوى الخصم بالنسبه للزمالك مش مقياس، عمره ما كان مقياس. الزمالك بالذات ممكن يعمل كوارث مع جمهوره، ممكن تلاقيه في ماتش كده سهل ومضمون مكسبه 100%، يخسر عادي، يتعادل تعادل ايجابي برضه يخرج من البطوله عادي. انما شوف التشكيل الافضل والامثل ان انت معلم ده بنتايج محمود جهاد ده خلاص قالم بدور دلوقتي. اخوك دونجا محمود جهاد ده هيلعب مكانه لازم الواد محمد شحاته، الله اكبر، لعيب 6 حكايه زي ما قلت لك قبل كده وشهدت فيه مجروحه. محمد شحاته من افضل اللعيبه اللي في مصر بتلعب 6. بيدعم بقيه التشكيل اللي هترجع. احمد محمود انا عايز اتكلم عليه، الواد ده ما ينفعش يطلع من التشكيل الاساسي. عارف انت الواد حكايه الله اكبر، الواد امكانياته من اللعيبه اللي طلعت من تحت. هو رجع من الجونه، خد بالك ده كان معار للجونه وكان مكسر الدنيا مع الجونه وكان عامل اداء كويس، جاله عرض احتراف بره الزمالك رفض وقام مرجعه يلعب السنه دي، وتقريبا اللي طلعه على ما اتذكر، ما اعرفش صح ولا غلط او المعلومه ذاكرتي خيناني، جوزيه جوميز من اول الناس اللي طلعته، كان بيلعب تقريبا على ما اتذكر ماتش انيمبا اللي الزمالك كسبه 2-1 لو برضو انا مش ناسي يعني. انما لو لعب ناحيه اليمين بدل عمر جابر اشوف انه افضل شويه، خصوصا لو عايز تكسب. عمر جابر مش السيء، ما بقولكش لا، بس ما حدش يقول لي اسلام هو دفاعيا افضل، اصل احمد محمود هجوميا افضل. احمد محمود قد عمر جابر مرتين ثلاثه، الواد الله اكبر عليه، واقف امكانياته هايله، واقف على الكوره مش فارق معاه حاجه. انا نازل العب كوره، انا وظيفتي ان انا لعيب كوره، هو بيطبق الكلام زي ما الكتاب بيقول. محمد شحاته لازم يلعب مكان محمود جهاد. محمود جهاد كان جاي يساعد او يعاون او يقوم بدور محمد شحاته جنب محمد شحاته او يبقى بديل لي، بقى بيقوم بدور دونجا حرفيا. ما اعرفش ماله محمود جهاد مع الزمالك، فيلعب محمد شحاته. ده تشكيل الزمالك الافضل الماتش اللي جاي قدامهم. على اليمين هنا ب 4-1 دي زيزو، ناصر ماهر، عبد الله السعيد جنب مصطفى شلبي، لان عبد الله يقدر يشغل مصطفى.
ومعاهم بنتايج في الجبهه دي، اتفرج هتأدي. بس هي المشكله، وطبعا قدام ناصر قدام الجزيري، ناصر منسي ده معلم ممكن يكون بديل في اخر 10 دقايق ربع ساعه. الزمالك ضاغط وبيدور على مكسب والدنيا معاه مش افضل حاجه، فمن كتر العرضيات مع طوله مع رخامته ممكن يحط دماغه يجيب جون بالهيد، يعمل ضربه جزاء، يعمل اي حاجه في اخر 10 دقايق ربع ساعه. انما ده تقول له ساعدني في بناء الهجمه وانزل كمحطه واعمل الباص للاوفرلاب اللي هيعدي منك او للعيب اللي هيعمل اوفرلاب ويلا نبني هجمه مع بعضينا، الراجل مش فاهم اساسيات الكوره، بايظ. واكيد كاهلاوي اتمنى، انما دايما بنتكلم في الكوره بعيد عن الانتماءات، بنتكلم كلام صح عشان ما تستغربش من بعض الاهلاويه اللي يقول لي انت بتتكلم ليه يا معلم في مصلحتهم او بتديهم نصايح ليه؟ انت متخيل ان جوزيه بيسيرو يعني قاعد هو تحقيق اداء الزمالك في القناه بتاعتي مستنيني اقول له المعلومات ديت عشان خاطر يطور من اداء فرقته؟ اكيد لا. فالكوره طلعها بره التحفيل وبره او الفنيات عموما، يعني الفنيات والكوره والكلام داخل الملعب طلعها بره التحفيل وبره الهزار وبره الاراء اللي بتحصل في الكواليس والاحداث اللي بتحصل. ده من رايي. فيبقى زيزو وناصر ماهر من هنا، ولازم المره المليون اللي بقولها لك، ناصر ماهر لو هيوصل للناحيه دي، انا ما بفضلش ناصر ماهر وعبد الله السعيد من اللعيبه اللي تخش لحد احرف الزون 18 الزون 14 اللي هو المربع ده اللي قلت لك قبل كده. ليه؟ ناصر ماهر وعبد الله السعيد خطورتهم بوشهم. ناصر ماهر وعبد الله السعيد لو هتقول له حط ظهرك يعني اوصل اقطع لحد جوه خش لي في العمق، يبقى ده ناصر ماهر وعبد الله السعيد، وقول له خش في العمق واستلم وطلع اللعيبه اللي الجناح زيزو مثلا او الباك لما يتقدم في الهجمه، لان ده لازم بشكل الفرقه في الهجمه. لا، انا عندي الافضل من كده ان زيزو ممكن اللي يقطع، بس زيزو برده ما يفضلش الباك اليمين اللي هو احمد محمود هو اللي يقطع ويخش في مركز 8 هنا في العمق، وتخلي ناصر ماهر زي ما هو يوصل لحد هنا، وعبد الله السعيد نفس الكلام، لان خطوره الناس دي طول ما وشها للملعب، طول ما عارفه وشها للمرمى. انما هتحط ده عبد الله السعيد وناصر ماهر في الحتت دي في زون 14 وتقول له خشوا لي انتوا الاثنين لحد البوكس وادي ظهرك للملعب واعمل لي مثلث كده، لا ما ينفعش، مش هتاخد منهم خطوره. وانا اهو وانت اهو، لو عبد الله السعيد خد تعليماته انه يكمل لحد العمق جوه ويدخل ويبقى ظهره للمرمى، لا، يفضل يكمل بوشه عادي. وممكن الباك زي ما بتشوف فرق كتيره في اوروبا ممكن الباك هو اللي يقطع كده، لان خلاص انت عندك لعيب مميز بوشه، في لعيب بيعرف يستلم تحت ضغط ويلف ويحط. عبد الله وناصر حتى لو هيجي عليهم وقت يعرفوا يستلموا تحت ضغط عشان يفكروا يبداوا يبنوا الهجمه ويلف يخلي وشه للمرمى، ده هيطول وهيخلي الخصم اللي بيلعب قدام الزمالك يرجع يرص فرقته ورا، وعمل التوازن الدفاعي بتاعه خلصت. فهيقلل من خطوره الزمالك او يقلل من خطوره الفرقه، لا اكتر ولا اقل. سريعا بقى عشان نقفل الفيديو، اخونا الكابتن عبد الحق بن شيخه الله يعينك والله، راجل عنده فكر وبيحاول يطبقه، بيلعب 4 2 3 1 وبيطلع الباكات تهاجم وبيزود لعيب لحد البوكس وبيزود ساعات لعيب تاني اتنين بيزيدوا للبوكس تو بوكس عادي، وبيدخل جناح بيدخل باك في النص، وساعات السرد باكات المساكين بتزيد في الهجمه. الراجل بيطور. انا عشان اقعد اشرح لك يا عبد الحق بن شيخه مثلا حتى لو 5 دقائق 7 دقائق ما حدش هيسمعهم. انا نفسي مش هكدب عليك، انا مش حابب اتكلم اكتر من اديني نص دقيقه ونقفل. اللعيبه 3 ارباعها كلها راحه في داهيه، لعيبه بتشوط كل لعيب بيجي له كوره يقوم حاطط وش رجله وشايط، ويا ريتهم مميزين في التصديد او التصويب، والراجل يعني قاعد بره لا حول الله ولا قوه. عبد الحق بن شيخ واضح انه مش مدربين الهاديين، وده انا من النوع اللي بحبه. عبد الحق بن شيخ مش من المدربين الهاديين اللي بيشوفوا يسقف للعيبه على اي حاجه خالص، لا، انت بتشوط ليه وجنبك لعيب يعني اللي اسمه كباكا ده النهارده كان بيلعب مركز 10. انت عارف كباكا يعني ايه مركز 10؟ مع احترامي ليك يا معلم، انت عارف يعني ايه مركز 10؟ انت ما عملتش اسيست واحد لزمايلك، ما عملتش ما صنعتش فرصه، ده اهم دور في مركز 10 يا معلم. انت فاهم دورك يا شبح؟ ايه العك اللي بتعمله؟ مش فاكر طبعا اسماء اللعيبه. الواد الجناح اليمين بتاع مودرن سبورت قطع ورايح لوحده، وكاباكا استلم صح ووشه للجون ووشه للجناح اليمين، ما تحط له الباص يا معلم، قام شايط وفي السما واوف والتمثيل والنفخ وبتاع. تلعبوا كوره يا جدعان. لعيبه كوره كتيره جدا في مصر بتتسبب من طرد مدربين من لقمه عيشهم والله. اللي زي عبد الحق بن شيخه ده حرام يسيب الفرقه دي، ممكن قادر يوقفهم على رجليهم على فكره، وقادر يعمل معاهم نتائج كويسه لو قعد معاهم الموسم اللي جاي ده، لو فضلوا قاعدين ما هبطوش. الناس دي ممكن تهبط الراجل ده، وممكن تكون سبب في سوء سمعه الراجل ده، ويتقال لك اصل هبط بيهم وهو جاي لهم اساسا مستواهم بايظ وهابطين، وبدا يخلي لهم شكل في الملعب. يعني واضح من عبد الحق بن شيخ انه بيحاول يشتغل، انما عنده كواليتي بامانه ربنا. انا ما اعرفش اداره فيوتشر او لجنه التعاقدات هناك محتاجه تفور كميه لعيبه مش طبيعيه، كميه لعيبه مش طبيعيه. اللي يقول لك اللي اسمه كباكا ده راجل، يا راجل في راجل انت مركز 10 انا قاعد كفران من الراجل التاني اسمه المز ولا اسمه، انا مع احترامي مش بتريق عليهم والله، بس عشان كباكا اسمه مميز شويه كنيك نيم يعني فلقطته. انما الباقي يا معلم كل واحد، حتى كابتن احمد ايمن منصور برده الكوره تجيله يقوم شايط، والجناح اليمين برده كان قاطع وفاتح كويس بعيد عن سوء مستواه. ما تحط يا عم، ما تحط يا اخويا منك ليه؟
العيال بتجري، تحس ان لعيبه فيوتشر عايزه تزق بعضها عشان كل واحد ياخد الكوره ويشوط ويقول لك انا جبت جون في الزمالك. جو الاختبارات بتاع الناشئين، واحنا صغيرين كده لما كنا نروح اختبارات الاهلي او الزمالك، فانت عايز تجيب جون عشان المدرب يختارك. كانت عقليتنا بقى عيال صغيره مش فاهمه ازاي تأدي عشان خاطر المدرب يختارك، فاهمني؟ انما اللي لعبوا في فيوتشر دول او مودرن سبورت يعني، والله العظيم ثلاثه، التطوير بتاع الناشئين نفسه والاختبارات محتاجه يتعمل لها اعاده تاهيل. في لعيبه كوره في الدوري الممتاز الله يمسيه بالخير، محمد سمير لاعب زد اللي هو كان لاعب الاهلي السابق، قالها يا حكمه، قال لك في لعيبه كوره في الدوري الممتاز ما بتعرفش تباصي. اه والله العظيم صدقت يا ابني، عندك حق والله. يعني عبد الحق بن شيخ المره المليون على القرف اللي هو بيشوفه معاه، كان الله في عونه يعني. لحد كده مش عاوز اطول عليك، واشوفك ان شاء الله بكره في الفيديوهات بتاعت ماتش الاهلي والهلال، وربنا يعديها على خير. سلام.